الفاتحة. الفاتحة موجودة معانا في الصلاة، في كل الصلوات، في كل الركعات تقريبا، يعني حتى الركعات اللي ما بنقراش فيها من القرآن فيها الفاتحة. ده مش صدفة، الفاتحة معانا في كل شيء. طيب ادينا يا كوتش وسيلة عملية أو أداة عملية أخلي الفاتحة تقوم بالدور اللي ربنا حكمته يخليها في الصلوات موجودة، الدور ده تقوم بيه. هو ربنا عمل ليه كده الفاتحة في الصلوات كلها؟ علشان كلمات الفاتحة، معاني الفاتحة، الصور الذهنية اللي متخزنة في مخي عن آيات الفاتحة، لما أقولها في الصلاة تعمل لي دعاء. عشان كده بقول في الآخر أمين. طب أعمل إيه بقى وأنا بقرأ آية من الفاتحة؟ قبل ما انقل من آية لآية أنا بنزل بالترجمة. ايه بقى انزل بالترجمة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا هستخدم اسم الله الرحمن الرحيم غير اي اسم تاني. ربنا هو اللي قال لي وانت واقفة في الفاتحة بتصلي لي قولي الرحمن الرحيم. طب الترجمة الرحمن الرحيم بناء على ايه؟ الرحمن الرحيم هو اسم الله، اسم من اسماء الله الحسنى، الوحيد المسؤول عن توصيل اي شيء ليا منه او توصيلي باي شيء في الكون. يبقى الرحمن الرحيم هو اللي هيوصلني لاي شيء انا نفسي فيه. انقل على اللي بعديها وانزل بالترجمة. الحمد لله رب العالمين. ايه هو الحمد؟ الحمد هو طاقة إلهية مسؤولة عن أي شيء لما يجيلي يبقى تام، في صورة تفيدني، في صورة تنفعني، من غير تشتت، من غير ما يخرج عن السيطرة. يعني النعمة تجيلي تامة. الحمد لله. فانا لو عايزه الحاجه اللي عايزه اوصل لها، عايزها تجيلي مظبوطه ومنظمه وجميله وتنفعني الى اقصى ما يكون، يبقى طاقه الحمد. فعشان كده بقول الحمد لله رب العالمين. بعد كده الرحمن الرحيم تاني، لان انا مش هبطل استلم حاجات من ربنا اللي بيوصلها لي تاني. كل حاجة انا عايزاها انا بجيبها من ربنا. فالرحمن الرحيم تاني. مالك يوم الدين، يعني يا من تملك اي شيء انا عايزه اوصل له، بما فيها يوم الدين اللي هو يوم القيامه اللي عايزه اوصل له واكون مكرمه وفي عليين. واي شيء في الدنيا انا عايزه اوصل له هو يوم دين بالنسبه لي. اليوم اللي اوصل فيه لشيء انا نفسي فيه ده يوم دين. فيا رب انت مالك يوم الدين كله لأي شيء، فأنا بدعوك يا مالك يوم الدين ان تدهولي. إياك نعبد وإياك نستعين. أي شيء أنا عايزة أوصل له أعبده من الله، يعني أستمده من الله، أقوم بالتعبيد من الله. التعبيد يعني استمداد القوة والقدرة عليه من الله، والاستعانة من الله برضو، إن أنا هستعين على أي شيء يظهر لي يعطلني يوقفني بالله. فأنا بستمد القدرة من الله والاستعانة من الله. مالك إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. لكل شيء عايزة أوصل له طريق مستقيم أقصر ما يكون وأسهل ما يكون. أعرفه منين؟ من الله سبحانه وتعالى. فأنا هروح له وأسأله على أي شيء في الكون اللي هو يملكه. يا رب اديني الطريق الأمثل والأفضل اللي يشبهني اللي يناسبني اللي أعرف أوصل بيه للشيء ده. فاهدهولي يا رب، اهديني الطريق اللي أمشي عليه يكون بالنسبة لي طريق مستقيم أقصر ما يكون وأسهل ما يكون وأيسر ما يكون. اهدنا الصراط المستقيم. ومواصفات الصراط دي انت كل آية بتنزلي بالترجمة. صراط الذين أنعمت عليهم. ها ترجمي. يعني الطريق اللي امشي فيه للوصول لأي شيء يبقى فيه ممهد وسهل ويسير وكله نعم، مش كله بقى مطبات وحاجات بتخبط فيا وحاجات بتعطل. لا، أنا عايزة الطريق الأفضل الأسهل الأيسر اللي ربنا مسهله. غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يعني أكون ماشية في الطريق لا أكون بغضب، لا أكون فيا غضب ولا أغضب من شيء، ولا أضل ولا توه ولا لف حوالين نفسي عشان أوصل أو ما أوصلش. فدي الفاتحة. وبقول في الآخر آمين. آمين يعني يا رب استجب. فنصيحة مني لأي حد، وانت بتقرأ الفاتحة في الصلاة، انت مركز كويس جدا. الآية وتنزل بالترجمة، الآية وتنزل بالترجمة كده تستفيد بالفاتحة في الصلاة. وانت واقف بتصلي الفرض، بتصلي الصلاة مثلا الظهر، انت بتعمل فاتحة للوقت من الظهر للعصر، انت هتصلي تاني العصر.
الوقت من الظهر للعصر ده في حاجات كتير انت كبشر ممكن ما تكونش قادر عليها، ولا قادر تستحملها، ولا قادر تستوعبها. فانت محتاج في بداية الوقت الفاتحة بصلاة اللي انت بتصليها لحد الوقت اللي هيجي بعد كده، علشان ربنا يفتح لك. وكل الحاجات اللي في النص من الميعاد ده للميعاد ده هتكون متسهلة ومتيسرة بقراءة الفاتحة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا سورة الفاتحة موجودة في كل الركعات في الصلاة. دي مش صدفة أبدا، ده شيء مهم جدا. وهي دعاء، الفاتحة دعاء وأم الكتاب وبداية الكتاب. دي مش صدفة، دي شيء مهم جدا. الفاتحة لو قرأتها بالوعي ده وبالتركيز ده وانت واقف كده، يعني انت لو في دماغك هدف او في دماغك هدف، مثلا عندك مشكلة ومش عارف تحلها، رحت وقفت قدام ربنا وصليت، وانت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، انزل بالترجمة: يا رب يا رحمن يا رحيم، يا اللي بتوصل اي شيء ليا، وصلني للحل والسلام والهدوء وان انا الاقي حل للمشكلة دي. الحمد لله رب العالمين، يعني يا رب وصولي للشيء اللي انا نفسي يتحل ده، او للشيء اللي عايزه يبقى كويس ده، بقوة حمدك. حمدك انت يا رب اللي هيخليه تام وجميل ورايق وسهل، مش بمعاناة ولا وهكذا وهكذا لحد ما توصلي في الاخر: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فانا واقف قدام ربنا هيديني إجابة لهذا الدعاء، وبقول في الآخر أمين. ودي سورة الفاتحة، ولازم نكون مستشعرين كده في الصلاة، لأن ده اللي هيجيب لنا نتيجة جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.